بحلول يوم 19 يوليو تموز 2023 كان من المقرر أن يتم الكشف عن العرض الأولي لفيلم باربي، ولكن تم تأجيله إلى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس آب القادم. ولكن الجديد بالأمر أن العديد من التقارير قد أشارت بحلول اليوم الأحد 30 يوليو تموز 2023 ميلادي أنه لم يتم عرض الفيلم، وهذا الأمر وضع المتابعين في حيرة من أمرهم، وبات يتساءلون ما هو السبب منع فيلم باربي في السعودية ودول الشرق الأوسط. يذكر أن العرض الأول لفيلم باربي كان يترقبه ملايين من المشاهدين بالوطن العربي خاصة وبالعالم أجمع أيضا، ولكن نظرا لتضارب الأخبار حول الفيلم وموعد عرضه بات مصدر تضارب بين مصادر تؤكد أنه سوف يتم عرضه وفقا للمواعيد المقررة، وأخرى تجزم بأنه فعليا تم منع عرض فيلم باربي. خلال الساعات القلائل المنصرمة تداول الجماهير العربية والعالمية أن فيلم باربي قد تم تقييد عرضه في فيتنام، وفي الوقت نفسه نجد أن دور العرض بدولتي السعودية الإمارات تقوم بتأجيل موعد عرض فيلم باربي بصالات السينما، ودور العرض خاص بهما. على سياق آخر أيضا نجد أنه تم تأجيل فيلم باربي، ولكن حتى الوقت الحالي لم يتم إعلان بشكل قطعي عن إلغائه، ولكن قامت بعض البلدان العربية بتأجيل عرض الفيلم مثل السعودية، الإمارات ومصر، وذلك حيث كان الجمهور يترقب موعد عرض الفيلم بحلول يوم 20 يوليو تموز المنصرم، ولكن تم تأجيله بالدول المذكورة سلفا إلى يوم 31 أغسطس آب من نفس العام. العديد من المصادر قد أشارت إلى أن سبب منع فيلم باربي في السعودية ودول الشرق الأوسط هو أن التركيز المباشر على قصص الشخصية المثالية، وذلك فضلا على وجود العديد من المشاهد الرومانسية بين باربي وكين، والتي وصفها البعض بالمبالغ بها. وكما معروف أن المملكة العربية السعودية ترفض تماما أي محتوى يعكس العادات الاجتماعية والقيم. أحداث الفيلم الرئيسية تدور حول باربي، وهي من أجمل دمى التي تعيش في باربي لاند، ولكن السكان يقومون بمطاردتها لعدم الاقتناع بها وبسلوكها. ومن هنا قامت باربي بمحاولة إثبات ذاتها وأنها جديرة بأن تكون جزءا من المجتمع الذي تسكن به، ولكن بعد أن تم طردها قررت بعيش المغامرة في العديد من بلدان العالم.